العالم كله هيشتغل في المجال ده خلال العشر سنين اللي جايين. طبعا كلنا شفنا عمرو دياب بيغني لتامر حسني، وعبد الحليم حافظ بيغني لحسن شاكوش وحمو بيكا، كل ده بسبب الذكاء الاصطناعي. اهلا بيكم في كليه الحاسبات والمعلومات، بين قوسين كده الذكاء الصناعي. بدايه كده لو انت مش متابعني فاعرف ان فايتك كتير، فعشان ما يفوتكش اي حاجه ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. وبقدم محتوى جامد جدا من طلاب ثانويه عامه بعرفكم بالكليات، فاشترك في القناه ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض مع حمو بيكا والذكاء الاصطناعي. عايز اقول لكم ان مجال الحاسبات والمعلومات او الذكاء الاصطناعي بشكل عام من اهم المجالات اللي هيرتكز عليهم العالم كله ان شاء الله خلال العشر سنين اللي جايين. زي ما احنا طبعا بنقلب على فيسبوك كده وبنشوف حاجات عملها الذكاء الاصطناعي، سواء صور او اغاني او دمج حاجات في بعض. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. طبعا مفيش حد مش مستغرب ومش بيتعجب من اللي بيشوفه من الذكاء الاصطناعي واللي بيعمله. ان شاء الله النهارده انا هعرفك كل حاجه بخصوص الذكاء الاصطناعي وازاي تكون زيهم وتعمل حاجات شبههم كده وازاي تكون هاكر جامد. فيلا بينا. كليه حسابات ومعلومات نظام الدراسه فيها 4 سنين، وكمان بتاخد من طلاب علم رياضه. مؤخرا بقت بتاخد كمان من طلاب علم علوم وعلم رياضه. وطبعا السبب في وجود طلاب علم علوم في كليه حسابات وذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات هو الطلب بتاعها في الشغل. فانت بقى سواء علم علوم او علم رياضه يبقى ان شاء الله ليك الحق انك تخش الكليه بتاعتنا. زي ما اتفقنا مع بعض كليتنا 4 سنين بنظام الساعات المعتمده او نظام الجي بي اي، والكليه غالبا موجوده في معظم جامعات مصر، وفيها اقسام كتير جدا ومختلفه، بس مش كل الاقسام ثابته في كل الجامعات. في اقسام موجوده في بعض الجامعات واقسام مش موجوده، بس في 3 اقسام ثابتين في كل جامعات مصر. انا عايز اطمنكم كمان لو انت متلخبط ما بين حاسبات ومعلومات وحاسبات وذكاء اصطناعي مش فاهم الفرق ما بينهم، ما تقلقش ان شاء الله نذكر كل حاجه بس في نهايه الفيديو. ال3 اقسام اول قسم منهم هو قسم علوم الحاسب او الكمبيوتر ساينس. تاني قسم اسمه انفورميشن سيستم او نظم المعلومات. ثالث قسم والاخير هو الاي تي او تكنولوجيا المعلومات. زي ما اتفقنا مع بعض ال3 اقسام دول ان شاء الله موجودين في كل جامعات مصر في كل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. طيب يا عم زياد، يلا بينا نتكلم كده عن كل قسم منهم بالتفصيل شويه وهنشتغل منه ايه وهندرس فيه ايه. فاول قسم معانا نتكلم عنه هو قسم السي اس او الكمبيوتر ساينس علوم الحاسب. في القسم ده بتدرس البرمجه بكل تفاصيلها، كمان لغات البرمجه وانظمه التشغيل وكمان الخوارزميات وازاي الجهاز بيستقبل الاوامر بتاعتك وبيطلع لك بصوره معلومات. والقسم ده الميزه بتاعته انك ممكن تشتغل بيه في الاي اي او الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، وكمان في برمجه الالعاب وتصنيعها، طبعا غير برمجه التطبيقات والنمذجه. ثاني قسم معانا هو قسم نظم المعلومات او الانفورميشن سيستم. القسم ده بيرتكز على قواعد البيانات او الداتابيز، وكمان بتتعلم فيه ازاي تقدر تشغل وتعدل اي حاجه ليها علاقه بالانظمه. وكمان القسم ده بيهيئك انك تخش وتشتغل في مجالات الداتا سيكيورتي وكمان الداتا اناليسيس، وكمان تقدر تشتغل في تحليل وتصميم النظم. مش كده بس، كمان في برمجه التطبيقات اللي ليها علاقه مثلا بالشركات او المدارس او الجامعات او حتى الاعمال الحكوميه. وكمان خدوا بالكم القسم ده بيكون محتاج منك شويه حفظ شويه لان الجزء النظري فيه اكبر من العملي. ثالث قسم معانا وده غالبا اشهرهم هو قسم الاي تي او تكنولوجيا المعلومات، وبتدرس فيه كل ما يتعلق بالشبكات والسكيورتي. باختصار كده هتدرس ازاي تبني شبكه وكمان تقدر تحميها من اي اتاك او اي هجوم ممكن يحصل عليها. وكمان هتدرس وتعرف يعني ايه انترنت وكل ما يتعلق بالاتصالات. كمان ممكن تشتغل في امن الشبكات وادارتها وكمان تكنولوجيا الانترنت. وبكده نكون اتكلمنا عن ال3 اقسام الموجودين غالبا في معظم جامعات مصر في كليات الحاسبات والمعلومات او الحاسبات والذكاء الاصطناعي. مفيش جامعه مصريه فيها كليه حاسبات تخلو من ال3 اقسام دول. او خدوا بالكم الاقسام اللي انا قلتها دي كلها خاصه بطلاب علم رياضه، لسه ما اتكلمتش عن طلاب علم علوم. طيب مستني ايه؟ يلا نتكلم عن علم علوم. مفيش مشكله، يلا بينا. طلاب علم علوم ليهم حق برضه يخشوا كليه حاسبات ومعلومات، بس الاقسام بتاعتهم اقسام بمصروفات، لكن انا ذكرته قبل كده خاصه طلاب علم رياضه من غير مصروفات عادي جدا، لكن قسم علم علوم بمصروفات. فيلا بينا نتكلم كده عن قسم اسمه البايو انفورماتكس او المعلوماتيه الطبيه. القسم ده خاص بطلاب علم علوم. بدايه كده في القسم ده او في سنه اولى وانت طالب علم علوم انت هتدرس رياضيات، رياضه 1 ورياضه 2. الحاجات بتاعت علم رياضه بتوع طلاب ثانويه عامه لازم تدرسها اجباري عشان تقدر تواكب الدراسه بتاعتك في الكليه. انت طبعا زي ما انت عارف الكليه خاصه بطلاب علم رياضه فهيكون فيها رياضه كتير، فلازم انت يكون عندك خلفيه، فالمواد دي بتاهلك ان شاء الله ان ما يكونش عندك مشكله وتقدر ان شاء الله تدوس في كليه قدام. انا قلت بايو انفورماتكس يعني فيها لايف ساينس وكمان كمبيوتر ساينس، او باختصار كده هو مجال عباره عن دمج ما بين علوم البيولوجي وكمان علوم الكمبيوتر. طبعا علم علوم يبقى انت اكيد درست احياء وكيمياء، هتدرس ان شاء الله في الكليه برضو بيولوجي، كمان موليكولار بيولوجي او بيولوجيا جزيئيه. مش كده وبس، كمان
هتدرس اورجانيك كيمستري او كيمياء عضويه بتاع ثانويه عامه عادي جدا. وطبعا ده غير البايو كيمستري وكمان الاحصاء وكمان الفيزياء. يعني باختصار كده سنه اولى بتكون شامله شويه فيها كذا حاجه، عشان ان شاء الله السنه الثانيه وتبدا التخصص بتاعك تكون انت فاهم كل حاجه في الكليه بتاعتنا. لان بصراحه انا يعني ما اخبيش عليكم، انا حسيت كده انكم قلقتوا شويه من اسامي المواد، ايه الموليكولار بيولوجي والبايو كيمستري ما تقلقش ان شاء الله كله هيظبط في الكليه. عشان الناس اللي بتتلخبط ما بين شغل الصيادله والادويه وكده والجزء بتاع او الجزء الخاص في كليه حاسبات والذكاء الصناعي، عشان تكونوا عارفين احنا كمثلا كليه حاسبات والذكاء الصناعي ملهاش اي علاقه خالص بالصيادله، بس احنا كطلاب حاسبات ومعلومات بنعمل حاجه اسمها الدراج ديزاين او الموديل او التمبلت او الحاجات اللي بتسهل عليهم الشغل بتاعهم. وعادي جدا بتشتغل في شركات ادويه تمام وكل حاجه، بس انت مالكش علاقه بالصيدله اصلا، انت بس بتعمل الديزاينز والتمبلتس والحاجات دي كلها ليها علاقه او اللي بتسهل عليهم الشغل بتاعهم. طيب لو جينا نتكلم مع بعض كده عن فرص السفر الخاصه بكليه حاسبات. طيب فرص السفر متاحه جدا جدا جدا، زي ما اتفقنا مع بعض دي المستقبل اصلا ان شاء الله من دلوقتي لحد 10 سنين ويعدي. كمان مميزات كليه حاسبات والذكاء الصناعي انك ممكن تشتغل من بيتك عادي، تعمل اكونت على لينكد ان كمان وتظبط الدنيا بتاعتك مبقاش عندك اي مشكله خالص. طب يا عم زياد انت كل حبه تقول لي حاسبات ومعلومات، طب حاسبات والذكاء الصناعي انا مش فاهم اي حاجه، انا ايه الفرق ما بينهم؟ انا هقول لك الفرق قولا واحدا كده، مفيش فرق ما بين كليه حاسبات ومعلومات وبين كليه حاسبات وذكاء اصطناعي، الاثنين هم بالعكس كمان في كليات اسمها حاسبات ومعلومات اتغير اسمها مؤخرا من حاسبات ومعلومات لحاسبات وذكاء اصطناعي. اتغير اسمها ليه؟ لان تم اضافه او فتحوا فيها قسم جديد تحت مسمى قسم الاي اي او الذكاء الاصطناعي. يعني باختصار كده لو انت في كليه حاسبات ومعلومات ومفيش فيها قسم اي اي او ذكاء اصطناعي وفتحوه في السنه بتاعتك، كليتك هتغير اسمها من حاسبات ومعلومات لحاسبات وذكاء اصطناعي. يبقى عشان تكون عارف مفيش اي فرق من الاثنين، الفرق بس في القسم هو السبب في تغيير اسم الكليه لحاسبات وذكاء اصطناعي. طبعا ده كله كوم، وفي كليات تانية كوم تاني خالص اسمها كليات الذكاء الاصطناعي، مفيش كلمه حاسبات خالص زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو، في حاسبات ومعلومات في حاسبات وذكاء اصطناعي، بس اللي هتكلم عنه دلوقتي الكليه اسمها كليه الذكاء الاصطناعي مفيش كلمه حاسبات فيها، ودي بيكون فيها 4 اقسام وبتكون مش متوفره في معظم الجامعات المصريه. اول قسم فيهم اسمه قسم برمجه الاله وكمان استرجاع المعلومات، وتاني قسم الروبوتات والالات الذكيه، تالت قسم اسمه تكنولوجيا انظمه الشبكات المدمجه، والقسم الاخير تحت مسمى علوم البيانات. عشان تكون عارف كمان الكليه دي مش متوفره غالبا في معظم الجامعات المصريه، بالعكس بتكون موجوده في الجامعات الخاصه بالتحديد وكمان الجامعات الاهليه. بس كده انا كده خلصت كلام عن كليه حاسبات وذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات، عرفنا الفروقات ما بينها، عرفنا كل حاجه ليها علاقه بكليه حاسبات وذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات. عشان تكونوا عارفين كمان الطلاب على كليات هندسه قل شويه بعد ظهور كليه حاسبات. عايز اقول لكم ان الاتجاه دلوقتي خلاص بقى حاسبات ومعلومات، كليه هندسه ما شاء الله بقى بتخرج خريجين كتار جدا 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 سوق العمل، وللاسف مش بيلاقوا الشغل وبيكونوا مش عايز اقول على بس يعني مش بيلاقوا شغل. فالاتجاه دلوقتي ان شاء الله لكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي او الحاسبات والمعلومات، فان شاء الله مش هتندم لو انت اخترتها. ولحد الان في كليات حاسبات كمان تفوقت على كليه هندسه في التنسيق. كلية حسابات والمعلومات طبعا طلاب علم رياضة بتاخد أعلى من طلاب علم علوم. طلاب علم رياضة في الأربع 5 سنين اللي فاتوا غالبا بتاخد من فوق ال 80%، يعني غالبا مثلا ممكن 80 81 82 6 أو 87 كمان ممكن توصل للرقم ده. طلاب علم علوم ممكن تنزل شوية عن الثمانينات، بس في بعض الجامعات كمان بتكون فوق ال 80 عادي جدا. بس كده كنا اتكلمنا عن كل ما يتعلق بكلية حسابات ومعلومات. في نهاية الفيديو طبعا حابب أشكر يعني باشمهندس محمد أبو رباع اللي ساعدني طبعا في كتابة سكريبت الفيديو بتاع النهارده. ولو في اي حاجه مش واضحه في الفيديو النهارده او حابين تسالوا اي سؤال ان شاء الله باشمهندس محمد هيرد عليكم بنفسه. هو ما شاء الله خلاص يعني دلوقتي خريج كليه حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه دمياط، فاكتب اللي انت عايزه وان شاء الله هو هيرد عليك. بس كده الفيديو النهارده خلص. لو انت استفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك في اقرب وقت، واكيد لي حابب نتكلم عن كليه ايه الفيديو اللي جاي، وان شاء الله نصور مع بعض. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، وشكرا.